من المعروف يا اخوانا ان مصر ليها تاريخ معماري عريق. مصر فيها اثر معماري واضح في كل المباني، والتاريخ معروف وقديم، مئات السنين. مباني فيها ريحة عبق التاريخ، ودي أحد ميزات مصر، إنها فيها أثر معماري، فيها الطراز الإسلامي، فيها وفيها الطراز العثماني، وفيها الطراز الأوروبي الإنجليزي. مباني فخمة تحس فيها، تشعر فيها بأنها فيها شيء من الجمال والروعة، وزي ما بيقولوا فيها عبق التاريخ، يعني ريحة التاريخ. وده بيمثل هوية جميلة لمصر، ودي أحد ميزات مصر، إن مصر فيها فن معماري وأثر معماري لا يضاهيه أثر. كمان حضراتكم الأثر المعماري موجود في جبانة مصر، يعني المقابر بتاعت مصر تعد أثر معماري رائع. لكن إنك تفكر حضرتك أو حتى المسؤولين يفكروا إنه يزيلوا الأثر، هذا معناه محو للتاريخ، محي للهوية المصرية. يعني الموضوع ده محتاج وقفة مننا، يعني إزالة الأثر أي إزالة تاريخك، محو حاضرك ومستقبلك. كان في مقولة صينية جميلة عجباني تقول لك إن الماضي يرسم حاضرك. طب إزاي أنت عايز تزيل الماضي؟ يعني الأخبار المنتشرة عن إزالة مقابر الإمام الشافعي هذا أمر يخض ويقلق. في المقابر الأول هناك احترام للموتى وقدسية الموت، نزع قدسية الموت هذا أمر مهين. ضيف على كده حضراتكم أن مقابر الإمام الشافعي تعد أثر يجب الحفاظ عليه، يعني ممكن ترميمه، ممكن في بعض المشاكل نعالجها، لكن أي مشاريع أو أي كلام زي اللي بيتقال تنمية أو محور أو طريق يتضاءل أمام قيمة هذا المكان، ويتضاءل أكثر أمام قدسية واحترام الموتى. بالطريقة دي حضراتكم تاريخ مصر يمحى. من يريد أن يمحو تاريخ مصر؟ كما قلت لكم، زي ما قلت لكم حضراتكم، المثل الصيني الماضي يرسم حاضرك، هذا أثر وتاريخ. في المقام الأول قدسية واحترام الموت. أنا شخصيا ضد كل الضد عن إزالة هذا الأثر التاريخي، عن انتهاك حقوق الموتى وحرمتهم. أنا أرفض أي تدخل في كل جبانات مصر، وقال ذلك السيدة نفيسة ومقابر الإمام الشافعي. يتضاءل وينتهي أي تطوير أمام قدسية واحترام الموتى. وفي المقام الثاني ممنوع إزالة تاريخ مصر. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.